هفاجئك لو قلت لك ان فيزا البحث عن عمل اسهل من فيزا السياحه. في ناس اعرفها في حرفيا بعد ما وصل المانيا بعد 14 يوم كان كتب العقد وخد الاقامه. ما شاء الله 14 يوم حرب. والله وقفت على باب الشركه برن عليهم، انا جيت في الميعاد وكنت لابس اشيك بدله عندي وكنت فرحان جدا. من على الباب اتصلت بيهم، ردوا عليا قالوا لي انت مستر محمد العفيفي؟ قلت لهم قالوا لي سوري انت طالع ما معكش الماني فاحنا مش محتاجينك، وانا واقف على الباب. اوكي، هي نصيبي ان انا ربنا كاتب لي ان قبلها ب5 ايام الاقي الوظيفه. في ناس شفت فيديوهات كتير بتقول ان هي بيضحكوا على العرب او المصريين او الكلام ده وبياخدوا منهم فلوس. لا، الكلام ده مش حقيقي. ناس كتيره جدا كانت واشتغلت وعادي وانا من ضمن الناس دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ زي احنا متعودين في سلسله احنا شغالين عليها اسمها اسال مجرب، وزي ما عملنا حد قبل كده اتكلمنا عن الاوزبيلدونج، فالنهارده معانا فيزا جديده وهي فيزا البحث عن عمل او البعبع اللي الناس بتخاف منها دايما. فمعانا الحمد لله قصه ونقول ليها قصه نجاح ان شاء الله في البحث عن عمل. فخلينا نبدا على طول عشان ما اطولش عليكم. خلينا الاول نتعرف بمين معانا النهارده. اهلا وسهلا بيكم، انا اسمي محمد يوسف. جيت المانيا في 2024. كنت بشتغل في مصر اكسبورت مانجر، حاصل على ماجستير في العلاقات الدوليه في الانترناشونال بزنس اند نيجوشيشن مانجمنت، واصلا خريج بزنس. كنت في مصر تقريبا لمده 5 سنين في اكبر كيان طبي في مجال الميديكال ديسبوزبلز في الشرق الاوسط كله، مش مجرد في مصر. عشان كده لما جيت المانيا في 23 قررت ان انا هرجع بقى المانيا بس على فيزا البحث عن عمل في 2024، وده اللي حصل فعلا. طيب احنا عندنا فيزا البحث عن عمل، هي دايما الناس بتبقى شايفاها اللي هي خايفه منها. ليه؟ لان خايفه 6 شهور يعدوا وما يعرفوش يلاقوا حاجه. فقول لنا بقى ايه هي فيزا البحث عن عمل، وايه تجربتك انت الشخصيه في فيزا البحث عن عمل، وبعد كده هنتكلم على الاوراق والحاجات دي كلها. بس انا عاوز اسمع منك الاول ايه هي والتجربه بتاعتك عامله ازاي. والله تجربة بفيزا البحث عن عمل بوجه عام هي شوية ريسك، بالذات لو انت شخص ويل ساتلد في دولة زي مصر وكانت امورك استقرت، فهتبقى ريسك كبير انك تخاطر وتبدأ في فيزا البحث عن عمل. هي كفيزا في حد ذاتها مش هقول صعبة ومش هقول سهلة. في ناس خلصتها وجت ألمانيا بعد أول يوم اشتغلت، تمام، عادي جدا. في ناس عدت ال6 شهور واضطرت ان هي تدفع فلوس تاني عشان خاطر تكمل. في ناس بعد شهر. انا في ناس اعرفها في حرفيا بعد ما وصل المانيا بعد 14 يوم كان كتب العقد وخد الاقامه. ما شاء الله 14 يوم حرب. كان في مجال الميكروبيولوجي، تمام، جاي علوم. وعايز اقول لك ما كانش مع لغه كمان قوي، يعني اللي هو يا دوب لسه بادئ كورس البي اينز، تمام. بس هو نصيبه ورزقه، سبحان الله. انا لحد قبل الفيزا ما تنتهي ب5 ايام خدت الاقامه، تمام. يعني ده بقى حاجه تقدم تاني بالظبط، يعني ده العكس تماما. قعدت 6 شهور ما بعملش اي حاجه ان انا بقدم على وظايف بس. سبحانك يا رب، هي نصيبي ان انا ربنا كاتب لي ان قبلها ب5 ايام الاقي الوظيفه. لان هي كفيزا، في ناس شفت فيديوهات كتير بتقول ان هي بيضحكوا على العرب او المصريين او الكلام ده وبياخدوا منهم فلوس. لا، الكلام ده مش حقيقي. ناس كتيره جدا كانت واشتغلت وعادي وانا من ضمن الناس دي، عادي جدا. يعني دي معلومه جميله جدا انك عرفتنا ان هو والله الموضوع مش مستحيل زي ما الناس بتقول، وان هو مش حوار ان مثلا ال6 نقط ده ضحك على الدقون زي ما بيقولوا. لكن لا، ده فعلا في ناس بتعرف تيجي وبتشتغل، وزي ما انت قلت في ناس بتبقى بعد 14 يوم، وفي قبل الفيزا تخلص بكام يوم. فاهم بالظبط. طيب ايه بقى الحاجات المتطلبات او ايه الاوراق او ايه الحاجات المفروض انا اجهزها لو انا عاوز النهارده انا في مصر دلوقتي او في اي دوله عربيه وحابب ان انا اجهز نفسي عشان اطلع 6 شهور بحث عن عمل عشان خاطر انا خلاص مش قادر ولازم اسافر المانيا اعيش هناك؟ ايه الاوراق اللي انا محتاج اجهزها؟ هفاجئك لو قلت لك ان فيزا البحث عن عمل اسهل من فيزا السياحه لألمانيا في الاوراق المطلوبه بيها. عايز اقول لك شهاده الجامعه، بيان الدرجات، الحساب المغلق، خلص الموضوع، تمام. ولا اي حاجه تانية. يا حبذا لو معاك HR لتر من الشركه اللي بتشتغل فيها، اللي هي بتقول ان محمد يوسف اسمك زي في الباسبور بالظبط برقم الباسبور، شغال عندنا في بوزيشن اكسبورت مانجر سنس 2020. مش مطلوب ان هم يفتوا، مش مطلوب اي حاجه، فاهمني بالظبط. يا حبذا اكتر لو رحت جبت لهم شهاده لغه، الحاجات دي بتقوي موقفك في الفيزا. انما شهادات مشترطه في الفيزا لا، هي مش مشترطه. المشترط في الفيزا ايه؟ بيان درجات، شهاده جامعيه، الحساب المغلق، وتكون الاوراق دي متوثقه خارجيه وسفاره ومترجمه، تمام فقط. ولو الشهاده بتاع الجامعيه مش معترف بيها، دي هتحتاج اعتراف قبل اي حاجه. انما لو جامعات حكوميه، الجامعات الحكوميه في مصر بالكامل معترف بيها. احنا كنا نزلنا اصلا فيديو قبل كده بنتكلم فيه على حوار الشهادات دوت. يعني برضو ممكن ابقى اسيبه هنا كده ان انت تشوف والله الشهاده بتاعتك هي معتمده ولا لا اصلا عشان توفر عليك هذا المجهود يعني. طيب احنا بنتكلم دلوقتي ان انا خلاص عرفت ايه الاوراق المطلوبه اللي انا محتاجها عشان اسافر. بس انا دلوقتي خايف
انا النهارده هحط مبلغ كبير، يعني انا بنتكلم في 5000 او 6000 يورو تقريبا. لا 7000 دلوقتي دخل 7000 ما شاء الله، 7000 يورو ده دلوقتي. المينيمم ما شاء الله. لحد 13. خلينا في المينيمم. احنا بنتكلم في 7000 يورو انا هحطهم في الحساب البنكي عشان خاطر اضمن ان انا اعرف اجي هنا واصرف على نفسي خلال الفتره اللي اكون موجود فيها هنا. فده رقم كبير، ممكن مثلا افتح بيه مشروع في مصر، فاهمني؟ فانا ايه اللي اعمله او ايه الخطوات اللي انا اعملها قبل ما اسافر عشان اضمن ان انا فعلا مش هعرف اصرف المبلغ ده كله مثلا، او اللي انا هعرف بعد فتره فعلا الاقي شغل يعوضني عن المبلغ اللي انا حوشته دوت، لان ممكن اكون مثلا هبيع حته ارض ولا حاجه او هستلف من اصحابي، او يعني مش شرط اكون المبلغ كله معايا. فانا بحط ريسك كبير في الموضوع ده. ايه اللي انا محتاج احطه في اعتباري قبل ما اخد هذه الخطوه؟ اللي انا والله محتاج اكون مجهز مثلا سي في كويسه. انت قول لنا بقى يعني ايه اللي انا محتاج اكون مجهزه قبل ما اجي او اخد الخطوه دي. اساسي السي في ويتعمل من موقع معين. بمعنى يعني مش اي سي في هيتقبل، اي ريزومي اي موقع غير يورو باس مش هيتقبل. تمام، ده اساسي، ده رقم واحد. اليورو السي في بتاع اليورو باس هو فقط اللي بيعتمد في الاتحاد الاوروبي، في دولة الاتحاد الاوروبي. اوكي، ده رقم واحد. رقم اتنين، الالمان فيهم شوية سنة اليونيكنس. بمعنى احنا عندنا الويب سايتس الخاصة بينا بتاعت التوظيف، مش اي ويب سايت. يعني مثلا الحاجة الوحيدة اللي ممكن تكون بره الجيرمان ويب سايتس هو لينكدين فقط. تمام. فمحتاج تدخل، او محتاجين ان شاء الله بعد كده نعمل فيديو مع بعض نقول ايه هي الويب سايتس الالمانيه اللي تقدر من خلالها تقدم على وظائف. زي الاجنتو فوابايت تقدر تقدم من عليه عادي جدا، زينج، ستيبستون، لينكد انديد، دي كلها ويب سايتس. انا معايا الحمد لله 14 ويب سايت ما شاء الله. تمام. دول بتدخل من وانت في مصر عادي جدا. على فكره في شركه، يعني انا قدمت من وانا في مصر عمري ما هنسى الرقم، 458 شركه قدمت عليهم. تمام. رد عليا شركتين من 458 قبل ما اتحرك. وشركه منهم قالت لي انت اكسبتد بالفعل بعد ما عملت الفيرست انترفيو والسكند انترفيو. بس مشكلتها الوحيده لا تعالى عشان نكتب العقد، انما احنا مش هناخد ريسك ان احنا نكتب لك العقد او نبقى مسؤولين عنك واحنا لسه انت اوسلاندر، انت اجنبي لسه ما نعرفش عنك حاجه. انت اكسبتد، خدت الفيزا وجيت هنا، تعال علينا، تعال من المطار علينا، احنا هنديك العقد. تمام. وحصل بالفعل. فالتقديم على الوظائف سي في مطلوب، الويب سايتس الالمانيه ده اساسي. تفضل تقدم، لعل وعسى في ناس انا اعرفها معرفه شخصيه محتاجتش الحساب المغلق بسبب ان هو اتقبل والشركه بعتت له وسافر ودى العقد للسفاره قبل ما يسافر وطلع على فيزا عمل على طول باقامه من غير ما يحتاج حساب مغلق. فاهمني؟ في ناس بالظبط وكذا. انا اعرف حوالي 3 من اصحابي حصل معهم كده. فالحاجتين دول هم اللي هيسهلوا الدنيا جدا، لان انت لحد ما تسافر المانيا وانت عامل بفيربونج على رقم محترم او تقديم على وظائف برقم محترم، يعني 400 500 وظيفه، لحد ما توصل المانيا اصلا وتاخد الفيزا انت هتلاقي الشركات عماله ترد. فاهمني؟ وفي شركات بتديك شانس تقول لك طب تعالى نبص عليك، تعالى نتقابل نتكلم مع بعض شويه. فالنقطه دي مهمه جدا عشان تيجي المانيا، هتسيف تايم بالنسبه لك. وممكن كمان لو ربنا كاتب لك الخير، واليقين بربنا دي اهم حاجه، انك يكون عندك يقين ان انت يو ويل ميك ات. تمام. انا بعت عربيتي في مصر بعد الحساب المغلق ما خلص وما فيش اي ساين تقول ان انا هنجح، خلاص انا فشلت وكل حاجه بتقول كده ومش معايا لغه. اوكي، بعت عربيتي في مصر 5 ايام وفاضل زوجتي بتقول لي ار يو شور ان انت هتبيع العربيه؟ قلت لها هبيع العربيه. انا I didn't use ان انا كشخص افشل. فالموضوع كان عامل لي تروما، مش هفشل مستحيل، والحمد لله. ودلوقتي معايا العربيه خلاص الحمد لله. انا دايما بحب في القصص اللي هي بقى فيها يعني اكشن كده، ان الحمد لله بقى نهايتها حلوه. الحمد لله العربيه رجعت. طيب حلو جدا. هل ده بقى بينطبق على كل الوظائف ولا لا؟ يعني انت دلوقتي عاوز يعني من خلال خبرتك انت في مجالك انت، الحمد لله الدنيا ظبطت معاك، وتعرف ناس كذلك في المجال بتاعك اكيد او قريب منه برضو الموضوع ظبط معاك. لما جيت ما كنتش اعرف اي حد. يعني لما جيت في مجالي انا ما كنتش اعرف اي حد خالص. انا جيت زيرو معرفه، زيرو ريليشن شيب مع اي حد، زيرو كونكشنز، وزيرو الماني وزيرو الماني بالظبط. يا شباب ما حدش يجي هو زيرو الماني من الاخر، حتى لو هتشتغل بالانجليزي. دي حقيقه. فبالنسبه لي انا كنت سي اينز انجلش، ودي دعمت الفايل بتاعي. وبالفعل انا وانا مقدم اساسا انا كان معايا فيزا شنجن وكانت فاليد وانا بقدم على فيزا البحث عن عمل، فده برضو دعمني شويه. بالظبط. بس هل ده لكل التخصصات؟ طبعا. بص هقول لك على حاجه، الرزق في اي مكان. ما اقدرش اقول لك ان يعني مثلا سمعت مؤخرا الفيديوهات كلها بسبب الشركات اللي بتقفل حصل دروب كبير للفيكنسيز اللي تخص المهندسين. صح.
تمام. بدخل على المواقع لقيت نفس الفوليوم بتاع الفيكنسيز اللي مطلوبه مطلوب مهندسين فيها لسه زي ما هو. الناس لسه بتطلب، الشركات لسه بتطلب. رزقك، فاهمني؟ السعي في وظائف مطلوبه جدا جدا ومشهوره جدا جدا، ما فيديوهاتها ماليه التيك توك واليوتيوب، اللي هو التمريض، الطب، الهندسه، الهندسه اهو. اكتر اخر رقم سمعته كان 32,000 شركه قفلت في المانيا السنه دي. دروب كبير جدا في المهندسين، بقى مش مطلوب. ومع ذلك لسه لحد دلوقتي لما تدخل على اجنتو فوق بايت، على ستيب ستون، على كل مكان مطلوب مهندسين اكتر من ما مطلوب اي وظيفه تانية، فاهمني؟ فكله رزق. ما اقدرش اقول ممكن يكون ما فيش طلب كبير على الوظيفه بتاعتك وسبحان الله تقدم من تاني يوم دي تتقبل وتمشي امورك، فهي نصيب. طيب من خلال بقى يعني الفتره اللي انت قعدتها هنا اللي هم 6 شهور دول، كنت انت عايش ازاي؟ يعني انت كنت عايش 6 شهور دول ازاي؟ عشان برضو انا النهارده خلاص خدت القرار هطلع على فيزا البحث عن عمل. انا خلاص يعني قررت القرار ده. ايه اجهز نفسي ازاي بقى؟ مش شرط ماديا، خلاص انا جبت حساب البنكي اتصرفت في فلوس. انا يومي هيمشي ازاي دلوقتي؟ انا كل يوم هصحى مستني ان الايميل بتاعي يجي لي نوتيفيكيشن، ولا بنزل اروح شركات، ولا بعمل ايه؟ انت عملت ايه بقى في 6 شهور اللي هم اتقابلت تقريبا في اخر 5 ايام فيهم بالظبط؟ عملت ايه في 6 شهور دول؟ هقول لك. اول حاجه، اول شهرين انا ما كنتش بعمل اي حاجه غير ما بخرجش من البيت، غير ان انا 24 ساعه بعمل بفيربوك، بقدم على وظائف. بقدم يعني طبيب اسنان هنا بقدم تمام. يعني في اوقات انا برجع افتح فيها الويب سايت. فكر الناس بس تاني، انت التخصص بتاعك ايه؟ انا اكسبورت بزنس مانجمنت، مجال المانجمنت، مجال البزنس اداره. ومجال الاداره ميزته ان هو زي الملح، بيتحط على كل حاجه. اي اكله هتاكلها مش هتعرف تاكلها من غير ملح. فبتوع الاداره يا راجل مستشفيات محتاجين بتوع اداره لإدارة المستشفى، اللي هم اللي شغالين المانجمنت، سخبي أبايتا وبوخهالتونج المحاسب والإداري ما بيكونش دكتور، صح؟ فاهمني؟ صح. فدي الميزة، إن أي حد خريج بزنس، خريج كلية تجارة حكومية، أنا خريج كلية تجارة جامعة الزقازيق، تمام، حكومية، تمام. فالقصة هنا إن أنا أول يوم، لو رجعنا النقطة الأساسية، أنا أول كام شهر كنت بقدم على وظائف فقط، تمام، لدرجة إن أنا كنت بدخل على المواقع بلاقي مفيش حاجة جديدة نزلت، تمام، خلاص. والله فعلا. بعدها ابتدى يبقى فيه شوية في وقت معايا. ابتديت أعمل إيه؟ أذاكر ألماني، لأن أنا خلاص أنا مكتفي من فكرة التقديم وخلاص مفيش أوبشن تاني أعمله، فأذاكر ألماني معاه. فابتديت أذاكر ألماني، فبقى يومي بين تقديم ومذاكرة ألماني. طيب رجعت بعدها على طول، لا طب أنا محتاج أتحرك بقى وأروح للشركات. دورت على شركات التوظيف اللي في المكان اللي أنا عايشه. أنا كنت عايش في دوسلدورف وقتها. طبعا دوسلدورف مدينة كبيرة وفيها فرايتي كتيرة جدا جدا وتقدر تعمل أي حاجة. فالميزة في الوقت ده إن دورت على لقيت حوالي أكتر من 16 شركة توظيف. كلمت كل واحدة فيهم وأنا ما بعرفش أتكلم ألماني. بعت إيميلات، والله بعت إيميلات تمام. إيميلات بعتها كلها بالإنجليش، ما بعتهاش بالألماني. بس المكالمة اللي كانت صعبة شوية كنت بحاول بيشدوا مني كلام عشان يفهموا أنا عايز إيه أصلا. بالفعل بعدها على طول ابتديت اروح بنفسي للشركات واحط السي في واديهم السي في بتاعي. في شركات قالت لي تعالى اعمل انترفيو في فيكنسيز ليك. في شركات قالت لا احنا محتاجين اتليست بيتسفاي او بي اينز في اللغه. وعشان كده بقول اللغه يا جماعه اللغه اللي انا كنت اختصرت ال6 شهور دول حرفيا. سبحان الله، هو نصيب برضو في الاول وفي الاخر، بس كنت اختصر وقت كبير ومصاريف كتيره جدا لو كان معايا اللغه. انما ده غلطي انا، مش غلط الماركت، مش غلط الديماند بتاع الشركات، لا هو غلط ان انا اللي ما كنتش كواليفايد انف. قللت نسب قبولك في الشغل. بالظبط، التشانسز بتاعتي بقت اضعف بكتيره جدا جدا عشان مش معايا اللغه. هاويفر ان انا راجل في الاكسبورت، فانا الانجليش هو اهم حاجه، ومع ذلك برضو كنت محتاج الالماني. التشانسز كانت ضعيفه جدا، تمام. فلما رحت اقدم على شركات، في شركات فيهم قالت لي تعالى يلا عايزين نقعد معاك. وبعد ما رحت والله وقفت على باب الشركه برن عليهم، انا جيت في الميعاد وكنت لابس اشيك بدله عندي وكنت فرحان جدا. من على الباب اتصلت بيهم، ردوا عليا قالوا لي انت مستر محمد العفيفي؟ قلت لهم قالوا لي سوري انت طالع ما معكش الماني فاحنا مش محتاجينك. وانا واقف على الباب اوكي، وانا على باب الشركه قلت طيب انا باعت لكم كده في الميل ان انا فعلا اتسفاي بتفاجئوا النهارده بالظبط. انا سي اينز في الانجليش. لا سوري يا فندم، انت مش مطلوب منك ان انت يكون معاك انجليش فقط، انت مطلوب منك يكون معاك الماني. طب دخلوني، طيب انا واقف على باب الشركه. نو ثانك يو، مش محتاجين ان احنا ندخلك. اوكي، كانت اوفر دوز بتاعه فرستريشن دخلت جوه قلبي. ودي كانت اول انترفيو، تمام. بعد قد ايه؟ بعد حوالي 3 شهور.
في فلوس بتتحرق وفي فلوس بتحرق. انا عشان اشتغل في اول شركه وابتدي ادخل اول مرتب كنت صرفت 19,000 يورو. واو تمام كده انا عقد الناس بالظبط. كل واحد وحالته عشان اللغه لو معاك اللغه مش هتصرف ال 19. الرقم ده مش في ناس على طول زي ما قلت لك ما احتاجتش حتى فلوس اول شهر ما شاء الله. فهو في الاول وفي الاخر رزق ونصيب. في ناس انا ساعدتها وجت المانيا بالفعل وساعدتهم في الورق والدنيا كانت تمام جدا وجي المانيا ما شاء الله عليه بعد 14 يوم كان معاه الفتغاق بتاعه كان معاه العقد بتاعه. كنت فرحان له جدا. رزقه ونصيبه ربنا اراد كذا. ربنا رايد لي ان انا الدنيا تتاخر شويه لسبب والحكمه عنده هو. فانا لازم اكون متفاهم ده. وانا لو ما كانش عندي اليقين ده ما كنتش خاطرت وبعت عربيتي في مصر عشان انا كان عندي ثقه في الله ان انت بالظبط. ان شاء الله يعني حاطط يعني كل همومك على ربنا وان شاء الله ربنا مش هيسيبني مش هيسيبني. اوقات كنت بضعف اوقات كنت باخد ركن كده في البيت حرفيا وبقعد اعيط. انا مش عارف انا ليه. انا كنت سوبر ستار في مصر بالظبط. سوبر ستار في مصر. انا كنت بمشي رئاسة الوزراء بيكلموني عندك ميتنج مع كذا انت مسافر دولة كذا بعد كام يوم عشان هتدعم العلاقات بيننا وبين الكويت. اروح اعمل ديل ب1.5 مليون يورو وارجع على مصر. فالقصة في كده. وتيجي الشركات اللي بتعرض عليك او يجي بقى صاحبك تحت في محل مطعم مثلا طب تعالى اغسل المواعين عندنا اغسل الصحون عشان خاطر تطلع فلوس اصل انت فلوسك خلصت. that was quite humiliating. بس انا ونزلت ورحت وغسلت المواعين وغسلت الصحون وما كانش عندي ادنى مشكله. الموضوع كان سربرايزنج لاهلي او لاسرتي او لزوجتي ان انا وافقت ان انا اعمل ده. بس انا كان عندي يقين انا مش هفشل. مش هسمح ان انا هفشل. مش هقول لا انا مش هقدر اعمل كذا او لا انا كذا ولا لا انا بسعى وعندي بلان لنفسي لازم اشتغل عليها. مش هقبل بحاجه تانية. جميل جدا. يعني انا نفسي متاثر بالموضوع وبحمد ربنا اللي جيت في تاشيره الدراسه عشان ما كنتش استحمل الصراحه هذا الضغط يعني صراحه. طيب خلاص انت الحمد لله لقيت العقد وجالك العقد على البيت وخلاص تمام وفيزا البحث عن عمل خلصت. ايه بقى موقفك في البلد نفسه؟ يعني ايه الفيزا النوع الجديد اللي انت تاخدها؟ هتبقى فيزا عمل مثلا ولا فيزا بلو كارد ولا انت لسه فيزا مثلا متعلقه بسبب الشغل؟ وهل برضو ينفع بعد مثلا فتره معينه تاخد جنسيه؟ فايه بقى الحياه بعد ما خلاص قابلت جالك القبول؟ ايه الدنيا؟ الموضوع بسيط جدا جدا. بتاخد العقد وباسبورك تحجز ترمين في الاوسلاندر بيهرده بتحجز ميعاد في مكتب الاجانب بيحددوا لك الميعاد. ممكن يقول لك اصلا ما تجيش ابعت لنا النسخه بتاعه العقد على الميل بالباسبور بتاعك بالفيزا بتاعتك فقط. مش مطلوب منك اي حاجه تانية وصوره عشان الكارت الاقامه الاوز فايس بالظبط. فببعت لهم الحاجه على الميل. اهم حاجه قبل ما تبدا في الخطوه دي اختار المدينه. انا لبست في الحيط لما عشت في دوسلدورف في الاول. كابوس حرفيا. انت بتبعت لهم الميل بيرد عليك ب3 شهور بعدها ب3 شهور. الترمين بعدها ب2 شهرين يعني بيرد عليك ب3 شهور وبعدها ب2 شهرين بتاخد الترمين كده الفيزا انتهت اصلا. مدينه صغيره او سلاندر بيهرد صغير. في الحاله دي هيبقى عندك تشانس كبيره جدا جدا. انا ما كنتش اعرف ما حدش قال لي فدي معلومه جوهريه صح. تمام. فانا رحت عامل ايه نقلت لمكتب اجانب صغير تمام. وبعد ما نقلت المكتب اجانب صغير اديتهم العقد اديتهم الباسبور اديتهم الصوره بتاعتي والفيزا بتاعتي كل ده سكاند على الايميل. ميرسي جدا بيك هنبعت للاجنت اوف ابايت مكتب العمل ناخد منه الموافقه على الوظيفه دي. انا حصل معايا دروبس كتير في القصص دي. دخلت معاهم في مشاكل بس مش شرط كل الناس بيحصل معاهم كده. انا قالوا لي في الاول لا انت معاك اعلى درجه ماجستير على مستوى العالم معاك 12 سنه خبره بروفد بسيرتيفيكت فانت السالري يعني ايه يكتبوا لك سالري 3000 يورو. لا ده بالنسبه لنا انت كده ما ينفعش تاخد اقل من 4000. طب يا حبيبي انا راضي يا بابا انا راضي يعني وافق لي انا راضي ما عنديش مشكله انا عايز اخد اقامه انا صارف كتير بالظبط. لا لازم العقد يتغير ولازم يزيد 1000 يورو. رجعت للشركه بعد معاناه زودتها 1000 يورو بالفعل. طيب اوكي اصل السيرتيفيكت بتاعتك محتاجين احنا نتاكد من الانر كانون بتاع الاعتراف بتاعها. اوكي انا شهادتي مش محتاجه وبالفعل اتاكدوا من الاعتراف بتاعها والدنيا مشيت وكانت لطيفه خالص. بعدها على طول قالوا لي تعالى رحت على مكتب الاجانب على طول. فالاختصارا عشان الناس ما تتلخبطش بتقدم العقد مع الباسبور مع الفيزا بيحددوا لك ميعاد بيبعتوا العقد بتاعك الاول للاجنت اوف ابايت مكتب العمل وبعد كده بيحددوا لك ميعاد بعد الموافقه بتروح على مكتب الاجانب بيدوك الكارت وبيدوك الاقامه.
18 بي لو انت مش بلاو كارتا، لو انت مش كارت، لو انت مش بلو كارد، وبتكون بلو كارد بتكون حاجه تانية. ميزه البلو كارد انك بتاخد اقامه دايمه بعد 21 شهر، انما العاديه بتاخد اقامه دايمه تقريبا بعد من 3 ل 4 سنين. تمام. الاثنين اولموست زي بعض، مفيش اي مشكله خالص. انت معاك اقامه قانونيه في البلد خالص بالظبط كده. والى جانب ان حتى كمان ال 18 بي او البلو كارد لما بتيجي تعمل لم شمل لو عندك اسره ما بتحتاجش من زوجتك او من زوجك انه يدرس اللغه، الاثنين ما بنحتاجش. فالموضوع بسيط جدا، عقد مع كارت مع الفيزا مع الباسبور. عظيم جدا جدا. يعني بصراحه انا نفسي في معلومات جديده جت عليا في الموضوع دوت، ومبسوط ان احنا عرفنا نلاقي حد اوريدي حصل على هذه التاشيره الحمد لله. شرف لي يا عبد الله. حابب اسمع منك بقى نصيحه اخيره منك للناس اللي دلوقتي بتفكر او بتجهز نفسها للسفر عامه لالمانيا. فنصيحه اخيره كده في دقيقه. ميرسي. اهم حاجه هو اللغه قبل اي كلام. اللغه رقم 1 هي مفتاح البلد. صحيح. ده رقم 1. رقم 2 سي في زي اليورو باس. رقم 3 لما تسكن في مكان تكون مدينة صغيرة. رقم 4 تقتصد في الفلوس، لأن الفلوس بوجه عام انت مش عارف انت هتشتغل امتى، عشان ما تضطرش تحتاج فلوس من مصر. ولازم على الأقل تكون جاي بوكيت ماني في جيبك 2000 يورو، عشان لما هتأجر بيت محتاج كواتسيون او تأمين. ففي شوية احتياطات كده محتاج تاخدها. اللغة زي ما قلت، ومعاها اللهم صل على سيدنا محمد، السي في بتاعك يكون مظبوط، ومع كمان المدينه تكون قاعد فيها تكون مدينه صغيره. ما تقعدش في مدينه كبيره، ما تقعدش في مدينه كبيره زي اهميه اللغه. ما تقعدش في مدينه كبيره عشان هتلبس لبسه. انا لبست 4 شهور عشان اخرج بس من كابوس لدوسلدورف عشان اروح لمدينه صغيره. والله يوفق الجميع. البلد مفيش حاجه اسمها البلد. شفت فيديوهات بتقول ان البلد بتقع، شفت فيديوهات بتقول لا مفيش فرص، اصل البلد وحشه، الدنيا غاليه. سؤال بسيط جدا، طب انت قاعد فيها ليه؟ ليه ما رجعتش بلدك؟ ففي تشانس لكل الناس. ربنا قال لك اسعى، ما قالكش اسعى في المكان المضمون، لان هو قال لك السعي عليك والرزق عليه هو على ربنا. فخلي عندكم يقين بربنا. كل الناس ممكن تتبهدل، مفيش حد بيجي هنا بياكل بشوكه وسكينه، كلنا بنيجي نتبهدل في الاول، ومع ذلك ان شاء الله ربنا بيراضي على قد نوايانا وعلى قد تعبنا. والله يوفق الجميع. شكرا جدا ليك يعني صراحه، ويعني من اجمل الحلقات اللي انا عملتها في موضوع اسال مجرب. وطبعا هيبقى كذلك هو معانا برضو لسه، يعني مش هنسيبه. لو في اي اسئله عندكم ممكن تسيبوها تحت في الكومنتات، ان شاء الله هو هيحاول يرد على يعني اكبر قدر ممكن يعني. وشكرا تاني ليك وكل التوفيق، وان شاء الله نتقابل في شتوتجارت المره الجايه ان شاء الله. اكيد حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام.